للمره اللي مش عارف كام بشتري تاني من تيمو، بس المره دي التجربه كانت مختلفه تماما. فخلينا قبل ما نفتح الاوردر ونشوف ايه اللي جايبينه فيه نتكلم على شويه مشاكل حصلت معايا. قبل ما اجيب الاوردر اللي معايا ده كنت جايب اوردر قبله ب 2100 جنيه. الجمارك بقى جات لي كام على الاوردر ابو 2100 جنيه؟ جات لي 1500 جنيه. طبعا الاوردر الجمرك بتاعه جه غير متوقع، انا اقصى حاجه كنت حاططها له حوالي 600 جنيه مثلا، لكن 1500 جنيه دي كتير جدا. اول ما الابلكيشن عرفني ان الاوردر عليه جمارك 1500 جنيه قمت جاي داخل على طول عليه وعامل ريفند للاوردر كله، واخترت ان السبب شراء بالخطأ. لان انت لو اخترت اي حاجه تانية ان المنتج مثلا تالف او اي حاجه من دي هيقول لك صور لي المنتج وابعته لي. بس في كل الاحوال لما هتيجي تعمل ريفند هيسالك هو انت استلمت الاوردر فعلا؟ هتقول له اه انا استلمت الاوردر. وبعد كده خدت رقم التراكنج اللي الاوردر جاي لي بيه ودخلته في الرقم بتاع الاوردر اللي راجع لهم بيه. الاوردر هيفضل في المدينه بتاعتك 7 ايام منتظرين ان انت تكلمهم تقول لهم خلاص هاخده وهرجع في كلامي هدفع الجمارك، بس انا طبعا ما عبرتهمش. بعد 7 ايام الاوردر بتاعي بدأ يتحرك من المحافظه بتاعتي راح القليوبيه، وده المكان بتاع التجمع بتاع المنتجات. وبعدها ب5 ايام كمان لقيت الفلوس بتاعتي كلها رجعت لي على المحفظه بتاعتي في تيمو وما خصموش منها ولا جنيه. وطبعا الجمارك انا كده كده ما دفعتهاش لاني ما استلمتش المنتج اساسا. ففي الاوردر ده الحمد لله انا يعتبر ما خسرتش حاجه، ودي كانت تجربه كامله للي انا مريت بيه. يعني من الاخر مفيش اي مشكله ان انت تشتري من تيمو، ولو الجمارك جات لك عاليه ما تستلمش المنتج ورجعه تاني والفلوس هتنزل لك. ودلوقتي تعالوا نفتح الاوردر الجديد ونشوف ايه اللي جايبينه فيه والجمارك كام. طبعا هو مش تبع البريد ودي اول حاجه في الاوردر بتاعنا، وهي عباره عن كيبورد ميكانيكال. طبعا زي ما انتم عارفين اقل كيبورد ميكانيكال في مصر بتلعب في حوالي 1500 مثلا، لكن الكيبورد دي نزل لي عليها خصم بقت ب 550 جنيه، فطبعا ما ترددتش وجبتها على طول. كيبورد خفيفه قوي واصغر مما كنت اتخيل بصراحه، فكرتها اكبر من كده بس حلوه جدا. ودي الاكسسوارات بتاعتها، دي بتتركب هنا وبتتعلق فيها. اما ده بقى فالكابل بتاعها، ودي ازرار سبير علشان لو حاجه في الكيبورد باظت تقدر تغيرها بسهوله. ودي حاجه تانية لسه مش عارفين هي ايه، فخلونا نفتح كده ونشوف دي ايه. ده بقى هولدر للموبايل تقدر تثبته على الترايبود وتوقف الموبايل بتاعك سواء افقي او راسي. وده انا جايب منه قطعتين، وبصراحه الماتيريال بتاعته ممتازه ومحمله بالنسبه لسعره لان ده ب 170 جنيه، ودي القطعه الثانيه منه، فاحنا كده ايه معانا قطعتين. اما دي بقى فقطعه بتخليك تتحكم في الهولدر بسهوله في جميع الاتجاهات، حلوه جدا برضو، والماتيريال بتاعتها ميتال. ولو انتوا فاكرين دول فانا كنت جايب منهم قبل كده وشرحت طريقه استخدامهم، وبصراحه جامدين جدا وعلشان كده جبت منهم تاني. واخر حاجه بقى معانا في الاوردر هو الكونكتور ده اللي عباره عن تايب سي ميل وفيميل بيركب في الموبايل، وده برضو نفس الكلام كونكتور تاني ميل وفيميل بس بشكل مختلف. وانا نويرة دايما بحب اكتشف واشارك اللي بشوفه، لان كل فيديو بالنسبه لي هو حكايه جديده من مكان يستاهل انك تعرفه، فتابعني علشان نعيش المغامره سوا.